السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالكريمة أو بالقشطة بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير مضمونة بإذن الله. لو جربتوها بالطريقة والمقادير دي تظبط معاكم، تتفادوا كل المشاكل اللي ممكن تكون بتقابلكم في الكنافة. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكوا كل إشعارات فيديوهاتي الجديدة. ومتنسوش بقى لو جربتوها تقولوا رأيكم في الكومنتات. ويلا نشوف وصفتنا النهاردة هنعملها ازاي. واول حاجة هبدأ في تجهيزها هي الشربات. في كسرولة على النار هضيف 3 كوبايات من السكر وكوبايتين من المية، وهفتح النار واسيبهم يغلوا لحد ما السكر يدوب. هضيف عليهم نص ليمونة، ويفضل لو ممكن نضيف معلقة من عسل الجلوكوز او معلقة من عسل النحل، هتمنع التسكير معانا تماما. انا هنا جيت بفرشة مبلولة وبدأت انضف الرذاذ او التسكير اللي عمله الشربات على الحواف. بهدي النار وبسيبه يغلي لمدة 10 دقايق، وبعد كده بطفي النار عليه واسيبه يبرد. هبدأ تاني حاجة في تجهيز خليط الكريمة. في كسرولة حطيت 3 كوبايات من اللبن، معاهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقتين كبار من لبن البودرة ومعلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق. هقلب الخليط ومش هضيفه على النار دلوقتي. لما اجهز الكنافة هبدأ ان انا احطه على النار واسويه، لكن انا هسيبه على جنب دلوقتي. ولما ينتهي من السوا بتاعه هضيف عليه 4 معالق كبار من القشطة، وبرضه هخليهم على جنب دلوقتي. هبدأ ان انا اجهز في الكنافة بتاعتي. معايا نص كيلو من الكنافة المتفرزنة، ببدأ ان انا افركها لحد ما تبقى شعيرات بالحجم ده. ممكن ان احنا نحطها في الكبة، بس هي مش بتبقى مستاهلة، وهي متجمدة كده بتتفرك معايا في منتهى السهولة. هبدأ ان انا افركها لحد ما توصل للحجم ده كلها، واسيبها تهدى شوية لحد ما درجة حرارتها تقل، عشان اقدر ان انا اضيف عليها السمنة من غير ما تتكتل او السمنة تقفش فيها. فلازم درجة حرارتها تبقى بدرجة حرارة الغرفة تقريبا. وبعدين هنزل بيها على مفرش سيليكون او على الرخامة، كده بيكون افضل ان انا ادمج معاها باقي المكونات. هضيف عليها نص كوباية من السكر البودرة واغلغله كويس جدا معاها لحد ما يندمج واحس ان هي كلها اتغلفت بالسكر. هبدأ افردها بالشكل ده، والسكر هنا بيديها لون حلو قوي بعد التسوية. هضيف بقى عليها كوباية من السمنة السايحة. لما تاخد سمنة كويس بتبقى طرية وما بتنشفش معايا، لان قلة الدهون فيها هي برضو اللي بتخليها تنشف. هبدأ كده اغلغل السمنة فيها لحد ما احس ان هي اندمجت تماما معاها كلها. وزي ما قلت لكم على مفرش السيليكون بتبقى اسهل بكتير، دمج المكونات اسهل ما نعملها في بولة. هنا بقى جبت صينية مقاس 32 وحطيت فيها معلقة او معلقة ونص من السمنة، مش سايحة قوي ولا متماسكة، بحيث ان انا اقدر افردها بسهولة بالشكل ده على قاع الصينية والحواف. هبدأ هنا اقسم الكنافة بتاعتي وهفردها طبقات رفيعة في الصينية. لو حابينها مرتفعة عن اللي انا هعملها برضو زي ما تفضلوا. انا هنا ما بحطش نص الكنافة كله غالبا في مقاس الصينية دي، بحط بس لحد ما احس ان هي غلفت قاع الصينية والطبق اللي فوق. هنا هبدأ ان انا افرك الكنافة تاني وانا بحطها كده تأكيدا ان ما فيهاش اي تكتلات من السمنة، وببدأ ان انا افردها طبقة خفيفة في قاع الصينية. اول ما احس ان هي خلاص غطت القاع بتاع الصينية بتاعتي، هكتفي بكده وابدأ ان انا اضغطها واشوف لو في اي فراغات او في جزء منخفض عن جزء. ببدأ ان انا اضيف كنافة تاني لحد ما احس ان هي غطت القاع تماما، وببدأ ان انا اعمل حواف برضو للصينية بتاعتي عشان حشوة الكريمة. حاول اهم حاجة ان انا اتأكد ان ما فيهاش اي فراغات عشان الكريمة ما تتسربش منها وتتحرق. زي ما انتم شايفين بضغط القاع وبضغط الحواف، وهنا جبت كده مسطح بتاع صينية وببدأ ان انا اضغط بيه. ممكن نضغط بطبق، نضغط بمقاس صينية قد اللي احنا بنعمل فيها او اصغر، اي حاجة ممكن اضغط بيها الكنافة. هنا بقى حطيت خليط الكريمة على النار وببدأ ان انا اقلبه تقليب مستمر لحد ما يبدأ يغلي ويتقل معايا بالشكل ده. بطفي عليه النار وبضيف عليه القشطة وبقلبها لحد ما تندمج مع خليط الكريمة كده على السخونية بتاعة الخليط فقط، مش على النار.
هنا القشطة اختياري، ولبن البودرة والسكر اختياري برضو. الأساسي في خلطة الكريمة بتاعتنا اللبن والنشا والدقيق. أي حاجة تانية ممكن ان احنا نزودها أو نقللها أو ان احنا نستغنى عنها خالص. هنا بقى ضفتها على طبقة الكنافة وهي سخنة، وببدأ أفردها. زي ما قلت لكم ما بعملهاش من الأول عشان الكريمة ما تبردش وتتكتل معايا، بحطها وهي سخنة كده عشان تبقى سهلة الفرد. أنا هنا هحطها في التلاجة شوية لحد ما تتماسك عشان اقدر ان انا اضيف عليها الطبقة التانية، ما تطلعش مني وانا بفرد الكنافة عليها. هجيب كده الكنافة، طبعا هتكون جمدت معايا شوية، السمنة كده قفشت في الكنافة، فببدأ ان انا افككها وافردها على الوش. ببدأ اوزعها كده بالشكل ده. زي ما قلت لكم حابين ان انتوا تعلوا طبقات الكنافة عن كده زي ما تفضلوا. انا برضو قلت لكم المقاس ده من الصينية، ما بستخدمش فيه النص كيلو كله، يا دوبك بس يغطي الصينية بتاعتي. هنا خلاص انا فردت الكنافة، هبدأ ان انا اضغطها كويس جدا واوزعها بشكل متساوي. في الوقت ده بقى هشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 او 130 على حسب الفرن بتاعي درجة حرارته هادية او عالية، وبسخنه قبل ما ادخل فيه صينية الكنافة. انا هنا جبت معلقة من السمنة السايحة، وبدأت ان انا اوزعها على الوش بالشكل ده عشان برضو الوش بتاعي يبقى طري واخد لون. خلي بالنا الدهون مهمة جدا ان هي تطلع الكنافة بتاعتي الطرية. هنا بقى طلعت الكنافة بتاعتي بعد ما اخدت لون كده من فوق ومن تحت. لو حسيتوا ان هي ما اخدتش لون من فوق كويس، ممكن تشغلوا عليها الشواية او المروحة. انا شغلت عليها تقريبا المروحة اخر 5 دقايق، وبعد 10 دقايق من ما تحطوا الكنافة ما تبطلوش تقليب فيها جوه الفرن. وطبعا لو شغلتوا الشواية او المروحة لازم التقليب المستمر عشان ما تاخدش لون من جزء عن جزء. بطلعها بسيبها كده دقايق بسيطة، ببدأ اضيف عليها الشربات من فوق واوزعه بالسباتولا زي ما انتوا شايفين، واسيبها تتشربوا كده شوية. وبعد كده هبدأ ان انا اقلب الصينية عشان اسقيها من الجزء اللي تحت او الطبق اللي تحت، لان الكريمة بتبقى عازل عندي والشربات ما بيوصلش للطبق اللي تحت وبتنشف معايا. زي ما انتوا شايفين مفيش اي اثر للشربات خالص، فلازم ان انا احط الشربات من فوق واسيبه يتشرب في الطبق اللي فوق، وبعد كده بحط على الطبق اللي تحت واسيبها برضو تتشربه عشان الكنافة بتاعتي تاخد شربات من الناحيتين. يدوبك كده الشربات بغطي بيه الوش وما بكترش عن كده. هنا بوزعه بالاسباتيولا عشان الحواف ممكن ما تاخدش شربات كويس، زي نص الكنافة الشربات يتركم في نص الكنافة بتاعتي، والحواف برضو تبقى ناشفة. بسيبها بقى كده ساعة 2 لحد ما تهدى معايا، على حسب طبعا الجو، لو باردة هتبرد معايا بسرعة. وهبدأ بقى ان انا اقطعها. زي ما انتم شايفين طبقاتها سوفت جدا متحمرة كويس قوي. انا عن نفسي قعدت معايا ساعة في الفرن، ممكن حد يحبها افتح من كده، بس انا بحبها متحمرة كده والسمنة بتاعتها حلوة وطبقات رفيعة بجد، بتبقى طرية وسوفت وخفيفة. لما برضو بتبقى الطبقات مرتفعة ممكن ان هي تنشف معانا، ما بتستويش كده وتبقى مقرمشة بالشكل ده كده وبالطراوة دي، وطبقاتها عالية. فالافضل ان احنا نعملها طبقاتها كده رفيعة زي ما انتم شايفين، والكريمة متماسكة يعني قوامها حلو جدا. فاتمنى ان انتم تجربوها بنفس التكنيك والخطوات اللي احنا ماشينا بيها في الفيديو. ولو جربتوها يا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا الكل عشان يوصلكوا كل اشعارات فيديوهاتي الجديدة. ولو في اي استفسار برضو اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.